السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معنا تلفزيون ما اعرفش اسمه ايه، بس بنركب له شاسيه صيني. هنحط الفيشة كده على السريع ونشوفه مع بعضينا. بسم الله الرحمن الرحيم. نمشة السريع، وهنا هو اللمضة الحمراء مولعة اهو. اللمضة الحمراء مولعة وما فيش شغل، يعني ما فيش زرار ولا ما فيش اي حاجة يشتغل بيها، فكده يعتبر لمضة حمراء. وهنشوف مع بعضنا ان شاء الله الحل بتاعه ايه. قلبنا يا جماعة الشاسيه اهو، حطينا الفيشة في الكهرباء وهنقيس الكهرباء ان شاء الله اهي على 600 دي سي. اول كهرباء لازم نقيسها اللي بتاعت 110 اهي. 4 ديودات، ادي 1 ادي 2 ادي 3 ادي 4. هو الواحد ده بتاع 110. طلع 108. تاني طلع 23 24 25 مظبوطة. تالت 10 بتاعت السي الكبيرة. الرابع الصوت 12 13 مظبوطة. يبقى عندنا 3 كهربات هنا يا جماعة، 3 فولتيات طالعة. الأولانية من فوق 110 ودي طالعة 108 اهو، هي ناقصة 2 بس هنشوف ليه. وال 24 بتاعت الفيرتيكال طالعة 25 تمام. وال 10 فولت بتاعت الاي سي الكبيرة طالعة 10 تمام. وال 13 اللي هم بتوع الصوت طالعين تمام. في كهربتين تاني لازم ندور عليهم يا جماعة، اللي هم في خط الاي بي ال وخط الاي اف سي. دول برضو لازم يكونوا موجودون عشان خاطر الجهاز يقوم تمام. في خط الاي بي ال اللي هو التاني ده اهو، من اللاين ده بيدي من 3 ل 4 فولت اهو. 3 ممكن يجيب 4 تمام. يبقى الكهرباء بتاعتها واصلة. والخط التاني الاي اف سي بينزل برضو، بيجي من على الاي سي الكبير هنا اهو، خط رفيع بيخش على بيخش على الشاشة مباشرة، اللي هو ده اهو. واحد فولت ده بيطلع 1 فولت او 1.5 او 1.7 او 1.8 يعني هو في اشارة جاية من الكنترول بتخش على طول على الشاشة، فهو جايب الاشارة اهي. يبقى عندنا كده اشارتين طالعين، الاي اف سي والاي بي ال. الاي بي ال اللي هي طالعة من الكنترول على على موحد اهو، زنر ديود صغير اهو، اللي هو ده 5 فولت. خمسة تمام. والخط التاني الاي اف سي اللي بيطلع 1.2 يعني ظبطنا كده على 200. لو ظبطنا الافومتر على 200 دي سي هيدينا القراءة بالتحديد، يعني رقم 2 اللي هو خط الاي بي ال ده اهو 4 تمام. والرقم والاي اف سي اللي داخل على الشاشة ده اللي هو ده اهو، خطين هم جايين من تحت. لو بصينا هنا كده الخط ده جاي من تحت اهو، والخط بتاع الاي بي ال اللي على الديود ده هو، ومقاومة ديود طالع من تحت على ديود ومقاومة التانية اهي تمام. ديود ومقاومة وطالع فوق اللي هو الخط انا هروح البيت اديك يا رني. الخط التاني ده طالع 1 على الارضي، وبعد كده مقاومة اهو عشان التصوير ما كانش باين. اذا موحد ده الخط جاي من تحت اهو 4.1 6 6 6
وبعد كده مقاومة برضه 6. المقاومة عاطية ايه الناحية التانية هنا، مخفضة طبعا ال5 دي أو ال6 إلى 4.3 اهو، وطالعة لغاية ما واصلة ايه هنا اهو، لغاية هنا اهو 4.3. الرجل التاني اللي هو خط الاي بي ال. الخط التاني بقى اللي هو الايه بيخش على الشاشة مباشرة، اللي هو خط الايه اف سي برضه، اللي هو الرفيع ده اهو، طالع لفوق برضه ماشي بالتوازي معاه لغاية ما واصل هنا، بيدي 1.2. 2. نعم عاطي 2. بعد هنا كده عاطي ايه بصوا كده الخط اللي هو ايه قلنا اللي هو الفوقاني ده عاطي كام 2 اهو 2. تمام. الخط ده عاطي ايه تمام. نشوفوا ايه اللي فس ده، شكله في مكثف انتفخ وفس. هنعدل الجهاز نشوفه في ايه. كده يا جماعه احنا طبعا زي ما قلنا لكم من الاول قسنا ال4 فولتات اللي لقيناها سليمه، ال110 وال25 بتوع الفيرتيكال وال10 بتوع الاسي الكبيره وال13 بتوع الصوت. كده تمام معانا تمام. قسنا كمان فولتين تاني اللي هم الاي بي ال اللي هي رقم 2 ده، يعني بتبقى عليه 3 ل 4 ايه فولت اهي، طلع 3 مظبوطه 4 مظبوطه. والخط الثاني اللي هو الرفيع اللي هو خط الاي اف سي بيخش على الشاشه عدل، اللي هو الخط الرفيع ده اهو، هما الاثنين بيروحوا مع بعضهم، هما الاشارتين بيخشوا ايه على اللاين من اللي هو اي بي ال، ضبط الاضاءه تقريبا اوتوماتيكيا ضبط الاضاءه. شفتوا اللي حصل، الجهاز زي ما يكون شحن واشتغل. بصوا ده مكثف ال 180 يا جماعه. طبعا شفتوا دلوقتي انتوا جايب كام؟ جايب 168. طبعا الديفيكليشن هنا برضو ايه تلاقي السبعة بقت كام؟ 7 بقت 8. بس هو كده تقريبا اشتغل يعني. بصوا كده على الفتيل نورت كيف. الفتيلة نورت الفتيلة منورة وهو كده ايه اشتغل. المكثف بتاع ال 180 يا جماعة هو اللي ايه بايظ. بصوا كده جايب كام؟ 168. وشوفوا كده مظهر الشاشة اللي قلنا عليه فسد. شوفوا اللاين بايظ يا جماعة. شايفين اللاين عامل ايه؟ اللاين مهرب كهرباء. تمام كده. العطل بقى لوحدي لما حملنا على الجهاز واحنا ما نقيس فيه كده. مفيش غير عطل واحد بس فقط لا غير، اللي هو اللاين بايظ. نشوفوا لاين غيره ونغيروه مع بعض ان شاء الله وربنا يسهل.
كده بنشفط يا جماعة القصدير بتاع اللاين، وهنطلع اللاين ونركبه لاين بديل عنه بنفس الرقم. مش مهم نفس الرقم، اهم حاجة يكون نفس الخطوط اللي شغالة تحت دي. انا كتير بركب لاينات مختلفة الرقم بتاعها، بس نفس المسارات بتاعتها نفس الغرض، تأدي نفس الغرض. مفيش بنات تاني، في لاينات تاني بيبقى فيها بن تاني زيادة هنا على الجنب، بيبقى أرضي زي بتاع توشيبا كده مثلا. إنما دي 10/10 طبعا معروف الصيني. 10/10 مفيهوش غير الأرجل دي بس تقريبا. وهنطلع من الناحية التانية إن شاء الله، ربنا يسهل. اهو خشنا رجلي هنا يا جماعة اهي، الرجل ده بلاستيك، وفي 2 تاني فوقها هما هنخشوهم برضو اهو. اهو طلع كده اللاين اهو، تمام. هو ده هنشوف بقى ايه، هنطلع ايه تاني. في سلكتين رايحين على سوكت الشاشة اللي هما ايه، فوكس والسكرين. وهنشوف مع بعضنا دلوقتي هنطلعوهم ازاي. طبعا دايما الفوكس بتكون هنا طبعا في الحتة المشروحة دي، عبارة عن سلكة هي طالعة داخلة هنا، هي السلكة دي نعمل كده ونشدوها من تحت تطلع على طول. فين هي دي اهو، طلعت السلكة هاي. والتانية ايه في السوكت ان هو اللي ما يعرفش يعني او حب يشوف اللي اطلعها ازاي اهو. ادي سوكت الشاشة اهو، اهو في دوسرة كده تعمل كده وتفتح تبان معاك. لحظة يا جماعة اهو، فتحنا دي كده فوكس السكرين مع السلكة دي نطلعها، اللي هما الاتنين بتوعت اللاين، واحدة هنا واحدة ايه هنا اهو. نطلعها كده يبقى عندنا اللاين هيتحرر ما عدا ايه اللي في بيز الشاشة دي، الضغط العالي. بالكاوية كده ونحط كده نسخن عليها عشان تطلع. نطلعها ونرجع مع بعض. كده طلعنا يا جماعة السلكة التانية اللي هي هنا دي. سلكتين يا جماعة اللي ما يعرفهمش، التخينة بتبقى في السوكت نفسه بتاع الشاشة، التخينة دي بتبقى في السوكت، والرفيعة اهو، الرفيعة اللي هي ايه، الرفيعة اللي هي دي بتبقى ايه من تحت فوكس والسكرين. الرفيعة بتبقى هنا كهربتها عالية برضه، والتخينة بتبقى هنا اهو. تمام كده احنا حررنا طلعناه خالص اهو، مفيش غير ايه، هو الجهاز ما بالزرادية كده يا جماعة مفك كهرباء كده وندخله كده مفك يا جماعة من تحت كده ايه، نعمل عملية تفضي بيطق طقة او حاجة وخلاص. تمام كده هو ايه فضي. بنطلعها كده في زي مشبكية جوا، مشبك جوا
تخش المشبكة تلزه كده شوية يمين او شمال ويطلع معاك. لو عاوز تضرب عليه ضرب ماشي يعني ايه. اها طلع كده اهو. بعد ما يطلع كده نلمسه في الارض، اي ارض كان فيه كهرباء، اي ارض كده من هنا كان في اي كهرباء تفضل. وكده احنا خلصنا ايه، طلعنا ملاين بره اهو. طلعنا خالص. نشوف لاين بديل عنه غيره ونشبكه مكانه ونشوف ان شاء الله التجربة ايه. ونشوف دي كمان يا جماعة العطل بتاعه في المنطقة دي تهريب. باين فيه العلامات يعني التلفون محترق من تحت، سخن تحت اهو. هنشوف واحد غيره ان شاء الله نركبوه. وده رقم يا جماعة 10 اهو. 10 هنشوف اي واحد بديل عنه او هو برضه 10 يمشي، بس عايزين واحد اصلي عشان يشتغل ويستر مع الناس. ده يا جماعة اللي طلعناه القديم اللي هو 10 قديم. هركب مكانه ايه اللي عندي متوفر حاليا اللي هو الرقم ده. تمام هطلعه. انا ما اعرفش رقمه كام، نعرف رقمه عندكم يقول عليه في التعليقات. ما اعرفش رقمه كام ده، هل هو 414 اللي في النص ولا هل هو الرقم اللي فوق ده؟ الرقم اللي فوق ده كبير قوي ما يعرفوش انا صراحة، بس ده ممكن يكون 414 كي تقريبا. انا هركب دي مكانه. ليه هركب مكانه يا ولاد؟ عشان خاطر يا جماعة، عشان خاطر نفس التقسيمة بتاعته من تحت هي نفس التقسيمة اللي فوق اهو. بص كده 1 و2 و3 رايحين على الهوريزونتال اللي هو ده. 1 2 3 رايحين ايه على بتاع الهوريزونتال اللي بيوسع الشاشة ويضيق الشاشة. طبعا يكون مثلا الشاشة ضيقة في الجناب بتحطها هنا توسع شوية كده على الجنب تكبر توسع يعني. هو دول يعني تمام. 1 و2 و3. الرابع دخل الكهرباء اللي جاية من ايه، من بعد الشبر. تمام. الرابع تعالى كده هنا ادي 1 2 3. 1 على ايه هنا اهو، 2 هنا اهو، 3 هنا اهو كده. هم اللي قلت عليهم دول بتوع الهوريزونتال. والرابع اللي هو ده اللي هو دخل اهو. لو مشينا معاها كده مع الرابع هتلاقيه ايه جاي من دخل الديوت بتاع 110. اهو يا جماعة الدخل بتاع 110 اهو. ادي ديود ده يا جماعة، ده ديود بتاع 110 عاطي مكثف كبير اهو، وماشي كده هنا على المقاومة دي اهو من اول هنا لغاية هنا وداخل فوق كده اهو على رجلي رقم ايه، رقم 4 كده. يبقى عندنا 1 2 3 4 طبعا هوريزونتال، والرقم 4 عليها ايه الدخل، و5 هوريزونتال برضه، و6 هوريزونتال برضه. وهنا هو 1 2 3 4 دخل. فين الصورة؟ 4 دخل 1 2 3 هوريزونتال 4 اللي هو الدخل ده المقاومة اهي راح لغاية الديوت اللي هو ايه الخارجي بتاع بعد الشبر. تمام. وعندك 5 و6 هوريزونتال برضه زي ما شفنا هناك هوريزونتال، والسابع ارضي. السابع ارضي واديك هنا اهو 1 2 فين الصورة 1 2 3 4 5 6 السابع ارضي اهو. يعني الرقم لا ليه دعوه باي حاجه، الرقم اهم حاجه تكون التقسيمه بتاعه اللاين من تحت هي مطابقه. الخامس هنا الثامن خط الاي بي ال شوفوا هنا برضو نطابقه. خط الاي بي ال لو عدلناها كده يمكن نقروها اهو. لا التالت ده شاشه يا جماعه، ده هيتر. فين التصوير؟ 3 دي ايه الهيتر الشاشة اهو. خط الاي بي ال اللي هو الايه 9. فين التصوير اهو.
ده خط الاي بي ال اهو، خط الاي بي ال. مش عارف شو واضحة ولا ما واضحاش، نبعد شوية كده ونكبر اهو، هم باينة تقريبا كده. خط الاي بي ال واللي بعديها خط ال 180 اهو، خط الاي بي ال اها بانت كده اي بي ال تمام. وده خط ال 180 وده اللي هي الشاشة الهيتر. هنا الاقي حرف الاتش هنا يا جماعة، هناك في الصيني مش مكتوب في دكان. فين الاتش اهو، الاتش بانت اهي تمام. يبقى اخر ثلاثة اللي هي 8 و9 و10 شاشة اي بي ال 180. تعال نشوفوا هناك كده. طبعا هنا مش مكتوب عليه طبعا اهو. بنمشي كده معاها اهو، طلع على مقاومة طبعا مخفية هنا اهو، طلع على حتة اهو على حرف الاتش هنا اهو، حرف الاتش اللي هي رقم 3 تمام. وخط الاي بي ال اللي هو جاي من تحت، لو مشينا معاه كده لو قسناه من شوية ده اهو على المقاومة دي، طلع فوق وماشي هنا وعاطي المقاومة دي وماشي الخط الرفيع ده فوق اهو، خط الاي بي ال. وكده ال 180 قاعدة اهي، هذا ال 180 اهو على ديود ومقاومة مكثف اهو، المكثف طالع فوق وعاطي ايه على سوكت الشاشة كده. هو ايه اللاين هو نحل اللاين ده هو ونركبه مع بعض وهنشوف قدامكم على اول تجربة ان شاء الله. طلعنا يا جماعة اللاين اللي هنركبه اهو، اللي قلنا عليه رقمه ايه تقريبا ان 4014 تمام. هنركب مكان دكاي وهنشوف مع بعض. ركبنا اللاين يا جماعة اهو ولحمناه. باقي دلوقتي ايه سلك الفوكس والسكرين اللي قلنا عليهم، التخينة والرفيعة. التخينة بتبقى في السوكت نفسه والرفيعة بتبقى في الخشب للي ما يعرفش اهو. التخينة بتبقى هنا والرفيعة بتبقى ايه من هنا. نركبهم دلوقتي مع بعض ونشوف. دي مثلا سكرين نقشرها شوية كده ونحطوها من تحت ايه هنا كده اهو، جنب البفة الزرقاء في مكان ليها هنا اهو تمام. يلا الصاص اللي حطيناها من تحت اهي الرفيعة، والتخينة حطيناها فين اهي هنا، وهنقفل عليها كده بس نطلعوها من المكان بتاعها عشان ايه تقفل معانا دي تمام كده. يبقى خلصنا ايه موضوع مفيش غير بعد كده ايه بيز الشاشة يا جماعة نركبوه ده اهي، نمسحوه من تحت كده عشان فيه تراب. ركبت الطرف يا جماعة اهو. فين الإضاءة؟ عايزين نولع الإضاءة. مفيش إضاءة، مفيش إضاءة، ما علينا. ركبنا طرف كده، نركب طرف اهو، وبالمفك كده الناحية دي نزق دي لتحت كده وهيركب ان شاء الله. اهو عشان ممكن يكون فيها تخزين كهرباء يا جماعة. ده بعد كده ايه حاولوا ايه ننزل البتاع ده كده وكده يبقى ركب. وعايزين نجرب بعد كده ان شاء الله نحطه ايه بقى ده هنا كده. لحظة قفلناها يا جماعة وركبناها اهو. بنركب في السوكت وهنجرب ان شاء الله نعدل ونحط الشاسيه مع بعضنا كده وايه ونجرب ان شاء الله خير. كده هنجرب يا جماعة التلفزيون اهو
بعد ما ركبنا اللاين ان شاء الله، وهنشوف الريسيفر معاه بالمرة. ركبنا الجاكات، وهنشوف ان شاء الله التلفزيون وما يشتغل. اشتغل تمام وصورته حلوة طبيعية. تفاصيل أكثر مع زميلي ماجد حميد مدير مكتب والصورة حلوة. في العراق. مرحبا بك بس كده معلومات حول طبيعة الفيديو خلص، وقفل الجهاز انا كده وخلاص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.